اليمنيين. لما تكون في حرب مع بلد من حقك تغلق المنافذ كلها، صح؟ تغلق المطارات كلها، صح؟ توقف كل تدفق من هذا البلد الذي بينك وبينه حرب. هل عملت السعودية شيء من هذا؟ أبدا. الحرب قائمة، الزائر يدخل والحاج يدخل والمعتمر يدخل وصاحب فيزة العمل يدخل بالآلاف وانت في حرب. المنافذ مفتوحة المتاحة، المطارات مفتوحة المتاحة. ولو المملكة قالت لا أنا والله عندي مشكلة مع الحوثي، والحوثي اليمني هو سبب نكبتكم، قفلوا، لا زيارة لا حج لا عمرة لا عمل لا 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 لا، إيش النتيجة حتكون؟ خراب. لكن المملكة تنظر لليمن غير هذا النظرة التي يريد الآخرين أن يصوروننا، فهي تنظر لليمن نظرة أخوة، نظرة أنهم هؤلاء جزء منا، جانب إنساني، جانب أخوي. هذا واحد. اثنين، جيب لي مغترب واحد في إيران، جيب لي واحد متسبب رزق في إيران من اليمني، ولا أحد، إلا دورات ثقافية لغسل أدمغة اليمنيين وعودتهم إلى اليمن لقتل شعبهم فقط. فنحن الذي اليوم عنده شجاعة وعنده رؤية مستقبلية لإيجاد بديل وحليف استراتيجي لنا غير السعودية، يتفضل، هذه أيدينا ممدودة، وما نخلي السعودية على جنب، ما نقول شكر الله سعيكم مع السلامة وما قصرتوا 10 سنوات بارك الله فيكم، إذا احتجناكم بارجع لكم. نعم. والبديل اليوم دول الخليج كلها والدول العربية مغلقة على الفيز اليمنية، لا يستطيع اليوم مغترب أن يذهب إلى دولة خليجية للعمل إلا نادرا. واليوم القنصلية السعودية في اليمن مفتوحة في جدة، كل شهر بالمئات من المقيمين اليمن يدخلوا ويشتغلوا. في أي بلد سيكون هذا وانتم بينك وبينه مشاكل؟ يا جماعة قليل من الإنصاف. مش احنا لسنا بقر ولسنا أغبياء ولسنا عميان، وبعيد عن المزايدات هذه كلها. شيء عند الناس بديل للمملكة بقى نقول لهم مع السلامة، لكن ما في بديل. أنا ما وجدت كيمني في ظهري إلا السعودية في كل المراحل، وإذا أحد وقف معي مؤقتا أو موقف سياسي معين، لكن أن يبقى يتحملني طيلة هذه السنوات كلها وطيلة هذه الفترات كلها، وارجع أطعن فيهم وأتكلم عليهم وأسيلهم وأجرحهم وأسبهم وأشتمهم، أعتقد هذا ليس من الإنصاف.